احمد فهمي لاعب طنطا والموجود حاليا في المنتخب الاولمبي، طمنا الفتره الاخيره في المنتخب وعملت ايه فيه؟ الحمد لله رب العالمين. الكابتن انا عامل معانا شغل كويس، وان شاء الله باذن الله عايزين نعمل حاجه بس ايه في التصفيات الجايه، لان عندنا ماتش يوم 23/3 مع برشلونه هنا في القاهره، ماتش مش سهل يعني، ماتش رخم، فعايزين نكسب ان شاء الله عشان نرتاح يعني من اول مشوار نبقى مرتاحين، مش عايزين نخش في انت رحت الاثنين اللي فات لا اللي قبليه. أيوة. كان اول يوم لك حكي لنا بس الاسبوعين او الاسبوع اللي انت قضيته دوت، كان الكابتن هاني قال لك ايه التعامل، ايه الدنيا هناك ماشيه ازاي بخصوصا؟ الكابتن هاني ما بيفرقش من اي حد، سواء لعيب اهلي سواء لعيب زمالك لعيب طنطا لعيب اي لعيب بيروح هناك هو لعيب منتخب الاولمبي، ما فيش بقى لعيب طنطا ولعيب اهلي وزمالك، اي لعيب يروح هناك ما فيش تفرقه. وبعدين الكابتن هاني شخصيه من الشخصيات المحترمه طبعا، ما هنا يعني مدرب غني عن التعريف، مدرب ما بيفرقش من حد. قال لك ايه اول ما رحت؟ هو قال لي شد حيلك في التمرين وان شاء الله تبقى متواجد معايا في الفتره اللي جايه، ويعني اثبت نفسك ومالكش دعوه باي حاجه، ما فيش تفرقه. كان في ماتش ودي اخير لعبته؟ لا لعبت ماتش بوروندي الاولاني مع الفرقه اللي كانت بتلعب منتخب مصر الكبير بوروندي، كسبناها 4 الحمد لله، عملنا معاهم ماتش كويس. نزل لعبت انت الشوط الثاني كله؟ الشوط الثاني. وكان في ماتش مع ماتش الصين، لازم بقى المجموعه كلها تلعب. لازم يشوف كل الناس. كل مش الفتره الجايه زي المنتخب ان شاء الله باذن الله. هو المنتخب الاولمبي باذن الله ان شاء الله هيحقق حاجه، هيعمل حاجه ان شاء الله في الفتره دي. شوف ان احنا نصعد الاولمبياد ان شاء الله باذن الله، وهنعمل حاجه في الاولمبياد كمان ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله احمد، ان شاء الله